بما اني قاعده فاضيه زيك في العيد قلت انضف اوضتي، وانا بنضفها لقيت صور مصيف 2006، بطاقه قديمه، كفر النضاره، شهاده تكريم 6 ابتدائي، ولقيت كفر موبايل. بس برضه ما لقيتش الحب الحقيقي. انت لقيته؟ مشهد تقليدي جدا في كافيه تقليدي جدا، يجلس احمد محمد العادي وقدامه بنت، ويبدو كده ان دي مش مقابله عاديه، لان احمد محمد كان متوتر جدا، وفي وسط توتره قال لها انا معجب بيكي. ولان الاناث على الكوكب ده ليهم الراي الاول والاخير في الموضوع ده، وخاصه انثى الانسان، اللي استغربت جدا وقالت له معجب بيا ازاي؟ هو انت لحقت عرفتني؟ فقال لها اخلاقك عجبتني. اجابه تقليديه زيه بالظبط، ولكنها اجابه امنه. هنعرف قدام ليه الاجابه دي هي الاجابه النموذجيه في المواقف دي. ولكن خليني اسالك يا احمد محمد سؤال، هل الاخلاق ترى تتشاف يعني، ولا انت كنت قاطرها؟ عرفت اخلاقها منين؟ بعد القعده دي احمد محمد يا هيبقى راجل سمب يكرهه الذكور وتتمناه الاناث، يا لهوي، يا هينضم لمعسكر الانسلز. السيرش باين من عندك اخر مستجدات الديتنج سين. والله الراجل السمب ببساطه هو الراجل البطاطا تحت رجلين البنت اللي معجب بيها. جاب ورد، جاب بوكيه، قال لها ممكن تقبلي؟ قالت اوكي. جاب ذهب، جاب سوليتير، قال لها ممكن تلبسيه؟ قالت اوكي. هو يجيب وهي تقول اوكي. الناحيه التانيه بقى هتلاقي معسكر الانسلز، اللي هم ببساطه برضو عايزين يبقوا بطاطا تحت رجلين البنت المعجبين بيها، بس هي ما بتوافقش فبيعملوها هي بطاطا. الانسلز هم العزاب، ولكن مش بمزاجهم، غصب عنهم، لان مفيش انثى وافقت تبقى معاهم. وده ياخدنا لفكره فرضتها ديزني وافلام عادل امام، وهي ان الحب للجميع. عندك مثلا الجميله والوحش. الجميله حبت الوحش ازاي ديزني؟ الواد سيد الشغال اتجوز هدى ازاي يا استاذ عادل امام؟ امال الحب لمين يا طنطا؟ وما الحب الا لمن اتوا البيوت من ابوابها. ساره احمد على فيسبوك، لحقتي حبيتيه امتى يا ساره؟ ساره احمد ما حبتهوش ولا حاجه، كل ما في الموضوع ان دخول البيت من بابه بيضمن لساره علاقه بالمعايير اللي هي بتدور عليها، لان ببساطه المعهوش ما يلزموش. عارف ليه من شويه قلت لك ان اخلاقك عجبتني دي اجابه نموذجيه وامنه؟ لانك لو قلت البنت انك حبيتها علشان شكلها فده بيقلل من فرص الموافقه عليه، وده لان الانثى لازم تتحب لسبب ثاني، لكن الذكر عادي قشطه، مش المهم تيجي في الاخر. عندك مثلا الطاووس بيفضل ينفش لها ريشه ويغريها بالوانه لحد ما توافق عليه، وهو عارف ان هو توافق عليه عشان خاطر اللون البيربل اللي في ريشه. عادي. عايزه تقولي يعني ان الشكل مهم في العلاقات؟ مش انا اللي بقول، دي اختيارات البشريه في ال100 سنه الاخيره بتقول ان الشكل الحلو بيضمن لك شريك بمعايير عاليه. بس ذكر الانسان عنده فرص مش موجوده عند ذكر الطاووس. مثلا ممكن لو الشكل مش مساعدك حساب البنك يساعدك، مش مساعدينك خفه الدم تساعدك، مش مساعده خد شنطتك وروح على معسكر الانسان. من الاخر ايه ده؟ هو مش كلنا من حقنا نحب ونتحب؟ بص يا سيدي، من حقك تحب عادي جدا واضمنها لك، لكن تتحب دي ما فيهاش ضمانات، الا بقى لو عندك المميزات اللي قلت لك عليها من شويه. ده ما بقاش حب، ده بقى صفقه. دبدب كمان دبدب عشان تقول عليك راجل عصبي وما توافقش عليك. دبدب. وبعدين ما هي صفقه فعلا قايمه على العرض والطلب. ده انت حظك احسن من جدك اللي ما كانش عنده تندر، وانت حظك احسن من اللي جنبك عندك تندر بريميوم اللي بيخلي احتماليه ظهورك لانثى الانسان اعلى منه. ما وافقتش عليك بعد ده كله قضاء وقدر، والله ما نقدرش نعمل لك حاجه. طب والحب الحقيقي؟ تعيش يا حبيبي. قلبت الاوضه زي ما انت شايف كده، مفيش. بس لقيت دي من انسوميا كانت ضايعه.